السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل كده اكلة كده سريعة. طبعا المحشي عمره ما كان سريع، بس هو النهاردة هيبقى سريع. طبق محشي كده مع بطتين مش بطة واحدة. والنهاردة هنتغدى كده غدا سريع، بقالنا كتير قوي ما عملناش كده. من نص رمضان ما عملناش حلة محشي كده او دقيقة المحشي، فنعملها النهاردة كده معاكم بسرعة. انا هنا هقول لكم سريع ليه. معايا هنا كيسين من الصلصه المتسبكه جاهزه، اللي كانت معايا في الفريزر، اللي كنت مسبكاها معاكم قبل رمضان. دول اخر كيسين. تمام، ده بقى اللي مخلي الوصفه بتاعت النهارده سريعه. دول كانوا اخر كيسين وصفه صلصه، قصدي صلصه متسبكه جاهزه. طلعتهم كده، حطيتهم في حله على النار يغلوا غلوه كده، عشان هما كانوا فكوا، بس لازم ان انا اغليهم غلوه يعني كده. وبعدين نزلت عليهم بمعلقه من الملح ومعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره ومعلقه من الفلفل الاسود، وبس كده. مش بحط بهارات محشي ولا الكلام ده. وسبتهم يغلوا غلوه على النار. هنا انا كان معايا هنا بطتين، كانوا برضو عندي على السطح كده، فكانوا برضو باقيين من تربيه بط رمضان. فدول كانوا فاضوا، فقلت ان انا انزل بقى كده اسلقهم كده واحطهم في الحله وناكلهم على الغدا. بالنسبه يا جماعه للبط، انا ما صورتوش معاكم لان البط انا غسلته عادي خالص، وحطيت عليه معلقه من الملح وشويه دقيق وعصره ليمونه، وسبته شويه وبعدين غسلته، وبعدين حطيته في حله يتشوح زي الفراخ بالظبط، زي ما بعمل معاكم في الفراخ. شوحته، اديته تشويحه كده، نزل ميه اتخلصت منها، وبعدين حطيت له التوابل بتاعته. هي عباره عن طماطمايه، بصلايه، ملح وكمون. ممكن تستغني عن الكمون، بس انا بحب احط ذره كمون كده. ملح وفلفل اسود وكمون وبهارات، ورق لورا وفص حبهان. ممكن تحطي قرنفل لو حابه. تمام، واسيبهم بقى يغلوا كده على النار، لان انا متاكده ان البط بتاعي صغير فحطيت ملح. لكن لو البط انت عارفه ان هو كبير وياخد سوا، ما تحطيش ملح غير قبل السوا بشويه. تمام كده، سيبنا البط على النار يتسلق. جيت هنا بقى جمعت الصلصه بتاعتي. حطيت عليها كيلو من الرز، حطيت عليها خضرة متقطعة، حطيت معلقة نعناع، يعني نعناع ناعم ناشف، وحطيت كمان ملح وكمون وقالب من الماجي وكزبرة ناشفة برضو، وكمان فصوص من الثوم مهروسة. قلبت كل المكونات دي مع بعض. طبعا انا ما بحبش المحشي اللي هو بتبقى البصلة بتاعته ني في ني، بحب البصلة مستوية، مش بحبها ني. حطيت هنا بقى في ارضيه الحله دي حله الصلصه اللي انا كنت بغلي فيها الصلصه دلوقتي، فقلت ان انا استفيد من الصلصه اللي هي بتبقى في ارضيه الحله دي، بتديني لون حلو قوي في المحشي. تمام، بدل ما احط صلصه يعني مع الشوربه. بحط هنا في ارضيه الحله العروق اللي هي بتاعه الورق، بقطعها كده، بقطعها مش بحطها سليمه، بقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبحطها في الارضيه بتاعه الحله. بعد كده بقطع بقى الورق بالشكل ده. طبعا برضو انا ما كانش عندي كرنب من اللي انا كنت مفرزاه، كان خلاص خلص يعني في اوردرات رمضان وفي اكل رمضان بتاع الفطار ليا طبعا في البيت. فالحمد لله يعني دي كرنبه كانت جديده. جبت بقى الورق كده وقطعته بالشكل ده، وهلفه بقى كده. ما اخدتش مني اي وقت لاني كنت واقفه في المطبخ، عملتها وانا واقفه، يعني حشيت الحله دي وانا واقفه كده، وخلصتها وانا واقفه عقبال ما البطتين يسلقوا. تمام، البط بتاعي ما اخدش سوا. عقبال ما كنت خلصت حشوه حله الكرنب اللي قدامي دي، كانت البطه خلاص. البط اللي كان على النار كان خلاص فاضل له حاجات بسيطه ويستوي. تمام، لان هو فعلا كان بط صغير، اللي هو البط اللي هو بيذبح بعد 50 يوم او 60 يوم ده. تمام، بصوا بقى هنا عملت كده. بصوا باخد بقى الورقه احط فيها المحشي كده، الرز، والفها كده. انا بحب الورق كله يبقى سوا واحد، بحب الصوابع كلها تبقى متساويه، مش بحب صباع اطول من صباع. تمام، عشان كده بحب اعمل المحشي ده لوحدي، عشان محدش يقطع الورق غيري، لان انت ايدك بتبقى واخده على تقطيعه ورق معينه، فبيطلع منك كله المقاسات كلها متساويه. لكن لو حد بيعمل معاكي المقاسات طبعا في الضياع. البط بتاعي كان استوى، شايفين الشوربه كانت حلوه قوي ازاي. هنا بقى كنت خلصت حله المحشي. حطيت على الوش طماطمايه كده بس عشان اكسر اللون، عشان تديني لون حلو يعني في الكاميرا. وبعد كده بقى نزلت عليها بالشوربه من شوربه البط.
بصوا بقى الشوربه لازم تبقى باينه من الصف اللي تحت، يعني الشوربه ما تطلعش على وش المحشي، تبقى باينه من الصف اللي تحت اللي هو اول رصه. دول بقى هتبقى بقى كده تستوي. دول بقى بقيه الورق اللي فاض وبقيه الرز اللي فاض، حشيتهم حله دي واحطها في التلاجة بقى ايه، ممكن اليوم تاني كده ابقى مستعجله فيها اسويها. هنا كان المحشي بتاعي استوى وشايفين شكله. طبعا اول ما غلي وطيت عليه وسيبته يتشرب براحته خالص، شايفين ولا فك ولا اتعجن ولا اتبهدل مني، زي ما هو كاني لسه حطاه على النار ما استواش. دي كانت البطتين اهم. طبعا هطلع واحده بقى احمرها ليا انا والولاد، طبعا كان يعني جوزي مكانش موجود، فقلنا ناكل انا والولاد كده، غرفنا كده طبق محشي حلو كده. قلت ايه اقول لكم ان انا عملنا غدا ايه النهارده عشان اجوعكم وتقوموا تعملوا زي. يلا بقى حطوا لي لايك لو وصلتوا معايا لغايه هنا، وما تنسوش الشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه. بصوا بقى غرفنا طبق محشي كده وحطينا على وشه بطه كده وشويه ملح بفلفل اسود على الوش كمان. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون النهارده الغدا بتاعنا عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.